عمرك دخلت اجتماع وقعدت بالساعتين والتلاتة مع التيم علشان تاخدوا قرار وفي الآخر ما وصلتوش لأي حاجة؟ أو الأسوأ، أخدتوا قرار ورجعتوا بعد أسبوع وغيرتوه تاني. المشكلة مش في التكنولوجي ولا في الكود ولا في المشكلة اللي بتناقشوها، ولكن هي المشكلة فعلا في إن التيم مش عارف ياخد قرار صح وسريع. والسؤال هنا هو ليه ده بيحصل؟ لأن كل دقيقة بتضيع في مناقشة ملهاش أي أهمية، المشروع هيتأخر والتيم هيزهق وهيتوتر والشغف بيقل، والعميل أو البيزنس في الآخر هو اللي هيدفع الثمن، واللي طبعا هيعود بالسلب على الكل بلا استثناء. وعلشان كده أنا قعدت أدور ايه الاسباب اللي تخلي حاجه زي كده تحصل، واخيرا وصلت ل6 خطوات لو عملناها هنعرف ناخد قرارات اسرع، وهي دي حكايه النهارده على كودكس لاين. اول نقطه لازم نفهمها ان مش كل القرارات واحد. تخيل عاطف هو اللي كان بيختار لي كل حاجه، حتى اللون الازرق ده هو اللي بيختاره لي. في قرارات سهل ترجع فيها، يعني حتى لو اخترت غلط تقدر تصلحها بسرعه ومش هتاثر على المشروع. اعطني مثال زي انك تسمي متغير او تعمل تعديل صغير في الكود. القرارات دي كلها بسيطه ما تضيعش وقتك فيها. وفي قرارات تانية صعب نرجع فيها زي اختيار الداتابيز مثلا، او الاستراكشر او الاركتكتشر اللي هتبني بقى المشروع، او المعماريه، او مثلا مكتبه خارجيه ناويين تستخدموها المشروع كله مترتب عليها. القرارات دي حاجه مصيريه وبتعيش معاك فتره طويله، ولو حصل اي غلط فيها هتبقى التكلفه كبيره جدا. علشان كده لازم نفرق بين الحاجات اللي ممكن نغيرها بعدين والحاجات الكبيره اللي بتاثر على المشروع كله وصعب ان احنا نرجع نغيرها بعد كده. الحاجة اللي ممكن ننجز فيها اللي هي القرارات الصغيرة، والقرارات الكبيرة ناخد وقتنا فيها ونعمل اجتماعاتنا ومناقشاتنا ونسمع للتيم كويس. كده احنا مش هنضيع وقت على حاجات مش مهمة قوي، وهنركز كل المجهود على الحاجات المهمة. تاني نقطة، لازم يكون عندك سيستم او نظام واضح تمشي عليه لما تيجي تاخد اي قرار. في حاجة اسمها RFC او Request for Comment. الفكرة بسيطة جدا، واحد من التيم بيكتب ورقة صغيرة، يعني صفحة او 2 بالكتير، بيوضح فيها المشكلة والحلول المتاحة والمميزات والعيوب لكل حل. بعد كده باقي التيم بيرد عليه في التعليقات او في اي شات على السريع كده. وانا باكد صفحة او 2 شيء كافي جدا. المهم اللي بيحصل بعد 6 شهور او سنة، بيجي واحد جهبذ من التيم يسأل نفس السؤال ويعيد النقاش من اول وجديد على حاجة احنا بالفعل خدنا فيها قرار وقفلناها خلاص. وهنا الحل انك تسجل كل القرارات دي اللي اتخذت مع المميزات والعيوب بتاعتها وليه القرار ده اتاخد. كده بقى اي حد جديد او قديم في التيم يقدر يرجع للمكان اللي انت مسجل فيه القرارات دي ويشوف احنا ليه خدنا القرارات دي، مميزاتها وعيوبها وهكذا. ولو التيم بتاعك صغير ومش عايز تعقد الموضوع قوي، اعمل جدول صغير بسيط كده فيه كل الاختيارات اللي عندك، وقيم كل اختيار حسب تعقيد، التكلفة، الأداء، وساعتها أكيد هتلاقي واحد فيهم يبان إن هو الأفضل. الخطوة الثالثة، لازم يبقى في شخص مسؤول عن القرار. أسوأ حاجة ممكن تعملها إنك تاخد كل قراراتك عن طريق التصويت، كده هنقضي وقت في رغي كتير ومفيش حاجة هتخلص. الأفضل إنك تحدد شخص هو اللي ليه الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار ده. الشخص ده يسمع من التيم كله، يجمع المميزات والعيوب ويوزنهم في دماغه، وبعدين هو اللي ياخد القرار. تشتغل كتير، تغلط كتير، تترفد. ما تشتغلش خالص، تغلطش خالص، ترقى. بس في حاجة مهمة، إن مش معنى انك مختلف مع القرار انك توقف الشغل. طبيعي ان ممكن ما تبقاش انت مقتنع بنسبة 100%، لكن الشيء الاهم ان الكل يلتزم باللي اتقال عشان نتحرك خطوة لقدام وما نرجعش نفتح نفس النقاش اللي قفلناه خلاص ونضيع وقت من تاني. رابع خطوة هي ان ساعات اسرع طريقة تقدر تاخد بيها قرار مش انك تقعد تجادل او تناقش القرار اصلا، لا، ولكن انك تجرب. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقعد ترغي وتناقش الموضوع بالساعات، ليه ما نعملش تجربة صغيرة؟ نبني مثلا بروتوتايب صغير للشيء اللي انت عايز تجربه ده وشوف النتيجة بنفسك. والحلو هنا ان هيبقى معاك ارقام ونتائج تقدر على اساسها تاخد قرار، وده احسن مليون مرة
من مناقشة القرار كده على الطاير، من مفيش لا نتائج ولا نقاط ولا أي شيء واضح. خامس نقطة، إن مش كل قرار محتاج اجتماعات بالساعات. في حاجات ممكن تخلص في السريع في شات على جيت هاب أو تريلو أو حتى الناس اللي بتستخدم جيرا، وكل واحد يرد في الوقت المناسب ليه. بس المهم إنك تحط ديدلاين واضح للرد عشان الموضوع ما يطولش ونرجع تاني بعد أسبوع نلاقي نفسنا لسه في نفس الموضوع بنتكلم فيه. وطبعا عشان ما يجيش صاحبنا اللي دايما بيسأل هو القرار ده اتاخد ليه، لازم كل قرار يتوثق في مكان واحد. كل التيم ليه اكسس على المكان ده، سواء ويكي او نيشن او حتى جوجل دوكيمنت. واخر خطوة والاهم في كل الخطوات دي، انك تبني ثقة جوه التيم. لو الناس حاسة انهم في بيئة امنة وان مفيش مشكلة ان هم يغلطوا ويجربوا افكار جديدة حتى لو ما نجحتش، ساعتها القرارات هتتاخد اسرع لانهم هيبقوا واثقين في نفسهم اكتر. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده، كله ينبسط. السر هنا اسمه physiological safety او الامان النفسي. يعني ايه؟ يعني التيم بيحس ان الغلط ده مش نهاية العالم، وان التجربة دي جزء طبيعي من الشغل. لما جو الشغل بيبقى فيه ثقة زيادة، التيم بيتحرك اسرع وبياخد قرارات من غير خوف، وبيبقى عنده الشجاعة انه يجرب، والنتيجة هي أفكار جديدة بره الصندوق. وبكده احنا خلصنا الحكاية دي، ولكن لسه في حكايات تانية كتير على كودكس لاين، واشوفكم في الحكاية اللي جاية، والسلام عليكم.